السندويشات اليابانية الحلوة طعمها وطريقتها جدا رائعين. أحتاج زبدة وقرفة، أخلطهم مع بعض وأدهن فيها خبز البريوش، واستخدمت خبز البريوش الجاهز. راح أحطها في سخانة التوست من أديسون اللي تتميز بوجود 4 فتحات، وكمان أقدر أتحكم بالوقت ودرجة التحميص. هتتحمص معايا بشكل جدا رائع. لو في فتافيت جوا الحماصة في أدراج خلفية، أقدر أنظف الفتافيت بكل سهولة. أحتاج جبنة كريمية وقشطة وسكر وفانيليا، أضيف عليها دريمويب، أخلطها لما يتضاعف حجمها، أحط عليها الفراولة، وبعدين أدهن خبز البريوش بمربى، أحط الكريمة وأحط الخبز اللي فيه مربى على الكريمة. غلفتها ببلاستيك، حطيتها في الثلاجة لما تتماسك شوية، قطعتها وتعالوا شوفوا لي اللذاذة. رشيت عليها سكر بودرة، قدمتها مع الشاي، طلعت جدا رائعة. أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم.